يفتح عليه يا اختي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وطبعا اخبارك؟ حلوه والله. كل سنه وانتم طيبه. احنا عاملين ايه؟ نيجي عندك ولا عند حلميه؟ لا عند حلميه. يعني ما تاخدنيش عندك شويه؟ تعالي والله. تسلمي لي، ربنا يجعل البيت مفتوح دايما لكل الحبايب والقرايب واللي رايح واللي جاي. اللهم امين. طبعا احنا جايين بقى هنا فين؟ عند الحاجه حلميه. جبت البت المتهنيه دي بنت مصطفى اخويا. اسمك ايه يا بيه؟ راجل هو محدش عارفني. لا محدش عارف، نعرف الناس بيجي، الناس مش عارفاكي. يعرفوا الاصدار الجديد من حبيبه. حبيبه قبل موت الحاجه ربنا رحمه الله عليها، حبيبه بعدها بقى ده الجديد، الاصدار الجديد بعد حبيبه. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ طبعا اول حاجه هنبداها نقول طبعا كل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير مساء الخير، اي حاجه زي ما الفيديو ينزل لكم فيه. والله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ورحمه بقى نترحم كلنا على موتانا وموتى المسلمين جميعا، وامي وابي رحمه الله عليهم، ربنا يغفر لهم ويسامحهم. طبعا ايه احنا تعالي يا حبيبه يلا هنروح بقى ايه ننقض على حلميه ونفاجئها. يا حلميه يا حلميه ما بتفتحوش نورنا اهو يا ولاد ليه مره؟ يعني اطلع في الضلمه كده اهو اخدها. يا حلميه يا حلميه يا اختي اول مره الاقيكي فاتحه الباب. بتعملي ايه فاتحه الباب؟ رايحه تنضفي. ده كلام. كل سنه وانتم طيبين. هجوم وانت بالصحه والسعاده. ده كده هجوم ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ انا عاوزه من خديها يا انا عاوزه من ده يا حزنبل، انا عاوزه من ما يغلاش عليك يا حبيبتي. ده احنا نجيب والله لك ما يغلى عليه عليك. وده حلو البتاع ده الله جميل. يصلح حالك. احنا انا جايه منين؟ تروح تكونوا مفكراها زياره. الله يكون زياره. انا اللي عاوزه زياره. نجيب لك الزياره. انت تجيب زياره ولا اولا دي البوك. طب ما جميل. خدي والله ما فيهوش حاجه عن البوك والمفاتيح. النبي له ايه يا بيه؟ لا وشبت وكزبره. ما يجي قد المجار. انت جايبه عينات ولا؟ لا ما هو ايه احنا فرمين فيها شبت وكزبره. ديت كفته بس ايه ما كانش عندي فري. عبد الله خدها فرمها بالحاجات اللي انا كنت عاملاها وجبتها اكملها عندك بقى. عاوزه من عندك ناخد نصيه. ناخد نصيه. كفدها كلها مش مشكله. ناخد نصيه. مش انا اللي هفرمها. وانا اللي هحط التاتش بتاعي. ايه التاتش بتاعي. هتحط الطرش بتاعها. اخد نصيه. تاخد نصيه خدها. يعني هي تاكل كفته انا ما اكلش. لا ده احنا نجيب لك فوق الكفته ضلع كامل تعملي كفته للعالم كله. لا انت جايباها حته كده تجيبي لي ضلع. الحمد لله دي على قد. طريق. الحمد لله الحمد لله. سلام مهمتك. شفت النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتحسدت لي. شبشب اتقطع. لا حول ولا قوه الا بالله. شبشب الشقه اتقطع يا جماعه. مش مفاجاه. كنت رايحه اسمع باخدها. الله ايه ده؟ زرعتنا. دي ورده حبنا. دي خضرتنا. دي ايه؟ خضرتنا. اول مره تزرعها في الكرتونه؟ لا ده انا كنت بجيب خضره من على السكه جدات الكرتونه جبتها فيها. انا قلت ده انت زرعها في الكرتونه. طب بقى اشوفها كده. احنا البيت بتاعنا ما بيمشيش الا بالخضره. ما نعرفش ان جايبه صدقي انا كان في بالي ده بقول يا ترى موجود ولا لا. موجوده ده ب5 جنيه. دي ب5 جنيه. عايزه اعمل طعم. ومالها ايه اللي جاري لها دي؟ الزمن جاير عليها. فاكره الشط يا بنتي يا زهق. الشط زمان ما عادش الشط يا حلميه. هم عملوا فيها ايه؟ ده هم كده اهو ب10 جنيه. ربط الجرجير ودول كده ب10 جنيه. ودول دي انتوا بتاخدوهم ب5 جنيه. لا والمصحف شارياه وربنا. شارياهم الصوب. لقيت الراجل بينادي قلت له تعالى. لا وانت زارعه شجر هناك كده؟ غاسله وردين. كل ده زرعاه يعني انت زارعه يعني انت جايه تعملي كفته. طب يلا يا حبيبه قلبي انا هشغلك لما يطلع عينك عشان اعمل لك كفته. وايه دي كواكع؟ كواكع كوكع اهو. جاي من الخضره. كوكع. انا رحت النبشيه وجت لها بقى يا جماعه. هتلاقونا مغيرين الملوك كله. يعني ما صدقت حتى شوفينا عبطت النهارده سبت وحدي العشاء قلت الصبح اغسلها. انا جاي سعود العوف على رجلي. لا ما تكتريش هو فصلت ننزل. فستانك نازل. الشرابه وخرطات حطها في الثلاجه. طب مين الشبك؟ بتشوف فين؟ انت جايبه شبك اهو. عايزه شبك كمان. كان هنا كزبره خضراء كده. هات الحله اللي احنا هنفرم الخضره الوحيده الاول. طب بس هات الحله اللي هناك ده. الحله اللي بس انا بجيب دي. البصله. خدي خدها بصله بقى. خدي السكينه اهي. يلا دمعي دموع دموع دموع. لا البصل دي ما فيهوش دموع. لا الابيض ده مش زي الثاني. مش زي الاحمر. الابيض ده ب20 جنيه والاحمر ب25 جنيه. الاحمر ب25. اتقابلنا الراجل قاعد يقول
كان بيقول 8 كيلو بصل ب 100. شكله دي الابيض بقى ده اهو. الابيض ده اهو. قاعد بيقول يا بصل يا خزين خزين البصل. شوفي مين يا نو. مين؟ لا عمك الدكتور جه. يا هلا يا هلا يا مش هلا. عارفه افتح اصلا اهو. يا هلا يا مش كنت صوروشي ايه ما هتنفخ. هنتنفخ. ايه تلحق عليا ايه بقى؟ يعني يا نحط التوم كله يا اقفل الباب، الناس هتيجي تسرقنا واحنا واقفين. هنا كده بقى يا حبايبي بدأنا نختصر الحاجات دي كلها كده في الخلاط بسرعة. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام بالصحة والسعادة والهنا. ايه خلصتوا؟ خشنة شوية بس مش مشكلة. شكلها ايه؟ الاصل البتاع الابيض ده، البصل الابيض ما بيتعملش قوي متهيألي. حلوه حلوه خشنة شوية. لا ايه ما بتصبعها كده ايه ما بيتبانش يعني. شوفي كده بقى خلصنا. ام طارق عملت لنا بقى الكفته اللي احنا اصلا كنا عاملينها عند الجزار، حاطين معاها فلفل وحاطين معاها بصل وثوم وشبت وكزبره وبهاراتنا، بس ما كانش عندي الفريك. الفريك بقى لام طارق جت بقى. دي فريك على رز يا ام طارق صح؟ دي فريك على رز اللي هو عاملاه عندك في الكبه ولا عاملاه بقى في عاملاه في المكنه؟ مكنه الطحين. اللي عنده كميه بياخدها مكنه الطحين ويطحنها كده مش كميه، بتجيب على قدك يعني. بتاع كوزان من اللي احنا بنبقى نشويهم دي وتحمصيهم وتقوم رايحه مفرطاهم على علبتين رز، بيبقى بنفس الشكل ده كده. فريك على رز، بس انا بكتر الرز اكتر من الفريك. الفريك لو كترتيه بيقوم دي كده اهو بنعملها كده او ايه او مدوره. انا بوريها لكم عشان اعرفكم يعني اللي هي نعمتها لنا وخلتها لنا حلوه وجميله خالص. هي مش لونها اخضر قوي علشان انا ما بحبش الكفته تكون لونها خضرتها كتير. انا ما بحبش الكفته برضه خضرتها كتير قوي. تبقى يعني مظبوطه كده. هي ولا تبقى قليله ولا تبقى كتير. طبعا احنا عيله صغيره. معلش يا ام طارق افتحي لي كاس ده. احنا عيله صغيره فهنعمل على قدنا، لان احنا في رمضان محدش بياكل كتير. احنا بنشرب ميه. هعمل قطعه كده ولا نور نعملها ونصبحها مره واحده. لو عايزين تجهزوها جهزوها. خلاص هنجهزها في البيت. خلاص يا ام طارق احطها كلها على بعضها علشان ونجهزها بقى ايه ونصبحها. انا ما بعملهاش زي كده يا رانيا، عارفه انا باخد بصبحها. لا ولا بصبعها، انا باخد على قد ما طبختي عشان انا شغلي يسالني فهميني بقوم رايحه فردها كده اهو. ما هي ماما تعملها كده دلوقتي، ما راح تعملها كده دلوقتي. وعارفه انت لو طلعتها مثلا ساعه الفطار على ما بتصلي التراويح وتخلصي. بس انت عارفه انا كنت بعملها زمان لما كان عندي فريزر زمان يعني مش دلوقتي. كنت بجيب اطباق في الليل وبتصبع الحاجه وكل حاجه تجهزها. وكنت بعملها احط بينها اكياس نايلون وكنت بصبعها كل حاجه يا خالته. انا كنت لو ما كانش حد كنتش بعرف في الطبخ قوي، لان انا كل حاجه كانت جاهزه لي. انا بطلع الحاجه واعمل لكن انا اللي معجزني دلوقتي ان انا ما فيش فريزر. طب ما تقسمها يا ماما، انت هتحطها كلها. ما علشان خاطر بقى احنا نروح نعملها مره واحده. تمام. ما شاء الله ما شاء الله كلها. لا مع اساس يا ماما لو ما فيش وقت او كده كنت لو قسمتيها كنت ساعات كده تقعدي تطلعي، لان اساسا الفريزر ما فيش في مكان ان انت تحطها متصبعه. لا هروح اعملها ونحطها على صينيه تمسك شويه بعدين نجمعها في اكياس يا ماما. خلاص ماشي. تقسموها بقى. شوفوا علشان انا عارفه ان انت هتبقي في دروسك لون جميل. وانت هيجيلك نبطشيه وانا عندي برضو مواعيد هتبقى قرب مش هتلحقي. قولي بقى الاكياس ده لو ما عندكيش يبقى حطي فيه. لا عبد الله لسه جايب النهارده عندي. يعني ايه مش هتاخدوهم مني يا ستي هاتيهم. هي عرضت عليكي خدها. احنا جانا عملنا الكفته هناخدها باكياس. ايه المشكله؟ لا يا ستي ده يا ريتها يا اختي يا راني. يعني لسه هناخد حاجه ثانيه كمان. انت كنت هتروح عند حد غريب يعني ولا هتيجي لاختك؟ لا هاجي. قلت لك ده دي تعرفي يطبقوا بيحطوهم هناك. وجايبهم يطبقهم. هم ديكور. ده بقول له محتاج تسحيله فيه. اقول له خالتك هم ديكور. هم مش ديكور. انا امسحك الدكتور. هاتي يا بس عشان امسحني عشان عليه اصلاح. ما احنا شنطتك اهي. مطوتك في ايدي. سندوتشاتك معاكي. ايوه خدها وروحي. تمام. واللي قبلك بس شربت عشان ايه قصها نصين يا حمال بتاعك. ده ايه ده الفوطه. ماشي علشان يعني كبيره كده على حجم ايدين. ماشي. لا انا جايبه فوطه جديده يا شلاهي بس لسه ما استعملتهاش. ايوه يعني هي حلوه كبيره اللي انت تفردها
تعملي عليها مثلا بعرف اشيل بقى احط دي بقى انا عندي بقى الفريك ده، اجي اعمل فريك بالرز كفته. حطهم بقى في كيس بقى لوحدهم. هتاخديهم؟ هاتي لو حبينا نعمل صح. لو حبيتي تعملي حطيه بدل ما انا اصلا اضطريت اجي. انت عارفه لو كان عندي الفريك كان الراجل يا ستي كان عبد الله هو بيعمل كان فرمها مره واحده يعني اهي كان فرمها مره واحده. ولما انا عندي خزان برضو ابقى فرطهم وانا رايحه ابيض ابقى اقوم رايحه عامله كمان شويه. انا بقى كنت بقوم ماسكه محمصاه واحمر في الكبه بتاعتي. يعني ايدي بتجيلها طاوله وماسكه التليفون يوم كده. ما عادش يا رني، ما عادش كان زمان الكبه والهون. انا لقيت الناس بتعملوا، قمت باخد شويه الرز، علبه الرز على البتاع، اقوم رايحه. عارفين بقى انا كنت بعمل الفريك ازاي؟ بقوم رايحه جايه محمصاه وبقوم جايه برده محمصه، غسله الرز ومحمصاه، وكنت بحط شويه من ده وشويه من ده على بعض في قلب الكبه بتاعه الخلاط الصغيره دي. بس انا عنده طقوس ثانيه بقى. انا كنت بجيب فلفل اسمر حصى حب يعني، وكنت بجيب كمون برده حب، وكنت بجيب كزبره حب واحمصهم واحطهم مع اسمه ايه الرز والفريك ونطرة ماء، وبضربهم كده بقى ايه ضربتين 3 لحد ما ينعموا. تمسكي ريحه الفريك بقى بالبهارات بتاعتها وحاجتها بتبقى جميله. جربوها مع الملح يحفظها كمان. بس انا ما عنديش فريك بقى. انت يا بنتي بتعرفي تعملي الكفته عني كده. الكفته اللي احنا عملناها عند حلميه اختي حبينا بقى نوريها لكم واحنا بنصبحها كده. عاملاها حامل من ناحيه هي يا بنتي اللي بتبقى حامل. وانا اول ما اخلص تصوير هنزل اقعد معاكي. احنا بس هنوريهم. والله انا هتحمريها تحمري منها حاجه. امال انتوا واقفيني كده ببلاش؟ موقفيني كده ببلاش؟ لا ما تقفيش ببلاش. لا. عبد الله راح جاب لنا اطباق في الليل. لا. ليه؟ رايح يا عايزه اعمل ليها حاجه دافيه عشان زوري. عايزه اعمل ليها حاجه دافيه عشان زوري. عاوزه تعملي حاجه دافيه؟ تصدقي احنا عاوزين نجيب الاعشاب اللي انا كنت بجيبها والزنجبيل والحاجات دي. بقول لك تجيبيها من عند العطار بقى. حاضر. عارفه تجيبي ايه؟ بابونج واعشاب ورود وزهور ودور قرفه وقرنفل وزر ورد وبابونج والحاجات اللي هي بقى بتبقى بتاعه الكراويه بقى والحاجات دي. بتوشوش نفسي والله بوشوش نفسي. حلو الصباع ده. حلوين اخدهم احمرهم من وقت وراكي. خليهم تحمروهم ورايا. الكفته دي عملناها على 3 ايام يا جدعان. كنت شاريه لحمه قطعين، ونور بنتي قالت لي والله انا لازم ناكلها كفته يا بنت هنطبخها كده. قالت لك لا لازم ناكلها كفته. نيجي بقى نعملها يقولنا لازم نعملها عند الجزار في المفرمه بتاعته. عملناها عند الجزار بس ما كانش مكوناتها كامله بقى زي ما انتوا شفتونا في الفيديو كده. رحنا كملناها عند حلميه. هنخلص بقى ونرجع لكم. طاقة جميلة دي يا اختي، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وطبعا كل سنة وانت طيبة وطارق طيب، وعقبال بقى اما نيجي السنة الجاية وعندك مرات ابنك بقى كده. طب قولي يبقى خاطب السنة الجاية هجيبها. احنا لسه هنستنى يا اختي. بقالك سنين بتقولي بعمل الشقة خلاص ما عادش الا العزال. نجيب العزال ونجوز. لا يا بنتي لسه الكهرباء، لسه حاجة الكهرباء ولسه الدهان الفيش الاخراني، حاجات بسيطة كمان. ولسه عايزين نجيب شبكة، ولسه عايزين نجيب فرح، ولسه عايزين نجيب فرح. لسه كتير. قولي هنخطب السنة دي والسنة الجاية خلاص. السنة الجاية نجي في رمضان تبقى العروسة على الأقل موجودة. أيوة قولي كده بقى ونيجي بقى نفرح بقى ونطلع من الجو. أنا عايزة أتجوز الوقت طيب ابن أختك والله عايزة أتجوز. ربنا يكرمه ويرضيه ويلاقي بنت الحلال اللي تناسبه ويناسبك. يا ابن أختك وتحملي النور وتحملي العبد الله والغسالة دايرة والله الغسالة عاملة صوت رهيب. أنا خايفة أحط البيض كده يتكسر. لا أحطه بالراحة كده بقى لما نظبطه كده أهو. وامشي وراه. كده يا أختي عاوز البيض ده عاوز المسايس. أيوه بالراحة كده. وإحنا بقى إيه هنستأذنهم بقى ونروح، لأن أنا كنت سهرانة
سهر كانت في الشغل، جت عملت كنت معاها وبعدين ميعاد الشغل بقى مشيت جري، وبعدين نور جت من دروسها جينا على خالتي. يلا يا حبيبتي احنا بقى نروح بقى عشان ما نتعبهاش، هي لا برضه يا كانت تعبانه طول متعبة النهار لا يا بتجهز حبيبة في قلبي الشقه ازاي ولسه ده؟ ما خلصتش. لا والله شوفي الدنيا معلش انا من النوع اللي يا ست في الاول والم حتى اغسلها واخلص اللي ورايا وبعدين افرش براحتي. حاولت تفرش ما اعرفش اعمل حته واسيب حته وافرش حته واسيب حته. لا. انضف في الاول كده وانضف وخلص وافرش براحتي بقى. يلا ربنا يديك الصحة ويعينك، ونجحك وسلمي لنا يا بقى على نور. اللي مش موجودين، سلمي لنا على اليمين وربنا يقومها بالسلامة يا رب. دي بقى اللي انا اتمناه تقوم مجبورة الخطر ان شاء الله ربنا هيكرمها وهيرضيها. لا حبايبنا ولها أيوة. الدنيا دي كلها والله. وادعوا لها ربنا يقومها بالخير والسلامة وتطلع حجرها ملان هي واللي مشتاق يا رب، ويهدي كل واحد الذرية الصالحة، ويهدي ولادنا وولادكم وولاد الناس جميعا يا رب العالمين. طبعا كده بقى ايه هنستأذنكم اللي احنا كده ننهي الفيديو بتاعنا. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس اللي جاي يوصلكم كل جديد من قناه رنا داوود وحلميه داوود وآل داوود كلهم جميعا. ما تنسوناش كلنا في دعوه خاصه من قلوبكم وتترحموا على موتانا وموتى الناس جميعا، امي وابويا يا رب يرحمهم. وبكره ال40 بتاعها رحمه الله عليها هنتلم عند وبعدين نروح عند مصطفى اخويا ان شاء الله. ان شاء الله مع الف خير نتجمع في الخير دايما احنا امه العالم اجمعين. دايما نعيش ونفتكرهم ونتذكرهم في الخير ونتجمع. عمرهم ما هيتنازل. ابوك بقاله 17 سنه مني، حد نساه؟ محدش نساه. لا انت اصلا بتمشي في حياتك من غير ما اسم ابوك يكون مرتبط بيك. حلميه داوود، حلميه محمد داوود، حلميه امها سعديه. طول ما احنا عايشين ذكراهم معانا وكفايه والسيره الطيبه بتاعتها. ايوه مع السلامه. باي.